اللي تنقرص في نعيمها اللي اسمها عنايات دي ملوية ومقموصة مني ليه بقى؟ اللي بتسألي عنها يا بامبا؟ ايوه يا ابو سيد. بالعكس يا بامبا، احنا لازم نسأل عن جيراننا ونطمن عليهم. لكن مش بقولك ما يتمرش فيهم ابدا. قال لي يا اخويا الولية تقعد تزعق لي وتهلل في وسط الحتة وتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. غريبة، معقولة دي يا بامبا؟ وحياتك ده حصل يا ابو سيد. لا بقى الحكاية لازم فيها لازم فيها احكي لي حصل ايه بالتفصيل. هحكي لك يا ابو سيد. ايوه احكي لي. من قيمة يومين قابلت البت حلويات اللي بتشتغل عند الست عنايات، رحت نادها عليها: ازيك يا بنتي يا حلويات؟ الله يسلمك يا خالتي بامبا. والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات، انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بامبا. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار لاستعنايات مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بامبا. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بامبا. وهتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بامبا. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستخسراكي في الخدمه قوي، بيني وبينك صعبانه عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها، والنبي ده انا لك عندي عريس لقطه يا بنتي يا حلاوه. والنبي يا خالتي بامبا اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحده عايزه ايه غير انها تتستر يا خالتي بامبا؟ على خيرة الله يا حبيبتي، ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتي لي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه بعد ما تشتري البطاطس. انت قلتي لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بامبا. وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بامبا، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بامبا، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بامبا؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذه يا خالتي بامبا، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده، تفوتي عليا العصر من عارف يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بامبا. واتابي يا اختي، انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي تنقرص في نن عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير، قلت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له: انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي، وانا لسه اختي هسمع كلام الولد ولا ايدك الوليه ام اسماعيل طالعه من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول